هذه هي كيكه البرتقال اللي كل ما يجي الشتاء لازم نديرها. صراحه هذه الكيكه المفضله عندي للقهوه، خصوصي في الشتاء. يجي طالع السفنج يدوب في الفم. مو حال تزيدوا تستغناو على هذه الوصفه، لازم عليكم تجربوها. اكيد سجلوا الوصفه عندكم وشوفوا معايا الطريقه. نحتاجوا 4 حبات بيض يكونوا بدرجه حراره الغرفه، وشويه كبار مع كاس سكر ومغرف صغيره من قشور البرتقال، مع مغرف صغيره لافاني سائله ولا بودره، مزيج لافاني مع لي زستاتشي نيمت واحد البنه تهبل. استعملت الخلاط الكهربائي، تقدروا تستعملوا الفوي ولا الفرشيطه ولا ان شاء الله حتى بيديكم. المهم يذوب السكر مليح مليح حتى تشوفوا الخليط تاعكم بدا يتبدل للون الابيض. نزيدوا كاس الربع زيت، نضيفوه بالتدريج ونبقاو نخلطوه. هنا جبت حبات تشينا كبيره عصرتها وضفتها للخليط وخلطت شويه. نحتاجو 3 كيسان فرينه نغربلهم. درت الكاس الاول، زدت عليه 2 مغارف كبار خميره الحلوى وزن 20 غرام بيناتهم، ونص مغرف صغيره بيكربونات غربلتهم تاني. البيكربونات والخميره، البيكربونات هي السر اللي تخلي الكيك تاعك يجي سفنجي طالع مخفيف مثل تاع المحلات واحسن. تقدروا تعوضوه بمغرف كبيره خل في الاخير. من بعد نزيدوا ونضيفوا الكاس الثانيه تاع الفرينه والثالثه بنفس الطريقه. كي ديروا 3 كيسان فرينه، واش هو السر؟ راح تجيكم الكيك طالعه ومش راح تهبط كي تخرجوها من الفرن. اذا نزيدوا ربع كاس حليب في الاخير، راح يعطي خفه وطراوه وهشاشه للخليط تاعنا. جبت المول، استعملوا اي مول متوفر عندكم، دهنتوه بالزبده مليح مليح ورشيتوه بالفرينه وفرغت فيه الخليط كامل. خبط المول، لازم تخبطوه بتجيكم نفس المستوى وتدخلوها للفرن يكون مسخن من قبل. الطيب من تحت، من بعد شعلوا عليها من فوق، وكل وحده وتعرف الفرن تاعها. قلبتها بكل سهوله، ما تخافوش مش راح تلصق لكم، وراح تجي فيها واحد اللون تاع التشينا والذهبي مع واحد الريحه واش نقول لكم تهبل ومنعشه وراح تعمر الدار. نقطعها امامكم وشوفوا كيف الموس يمشي وحده، تجي سفنجيه باتم معنى الكلمه، ويجي المرصو تاعها كامل وعالي وما يجيش كامل هابط. تقدروا تزينوه بواش حبيتوا، تقدروا ما ديروا خطوط شيكولا ولا لي زستاتشينا ولا تخلوها سامبل كيما درت انا. وكيما راكم تشوفوا كيفاه تجي طريه وتذوب في الفم وناجحه 100% من اول تجربه. ابعتي الوصفه لصاحبتك تجربها مام هي، وما تنسوش خوتي ديروا لي اشتراك ولايك تاني.